سنة. المنتخب المغربي سيواجه منتخب كوريا. الفريق المغربي تعبوا من كرة القدم. نظن الإقصاء الفريق المغربي مستحق. المنتخب الكوري يطمح العبور لأنه أبان على إمكانيات كبيرة وفريق عنده فرصة طلع باش يتأهل للدور الثاني. غادي نسمعوا الصحافة الجزائرية شنو كانت كتقول في البلاطويات ديالها قبل اللقاء ديال المنتخب المغربي، واللي كما كيقول عليهم فؤاد الجزائري صحافة الزيكو. هما دائما ضد المغرب في أي مباراة وفي أي لقاء، هما دائما ضد المغرب. علاش؟ واش هاد الشيء حسدا من أنفسهم أو لا كيشوفوا بأن المغاربة أحسن منهم؟ هاد الشيء علاش كيحسدونا؟ الله أعلم. نشاهدوا الفيديو. أتوقع فوز المنتخب الكوري على المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة في ثمن نهائي كأس العالم. المنتخب الكوري يمتلك لاعبين أقوى بكثير من المغاربة، وسيقف في وجه المنتخب المغربي ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم لأقل من 20 سنة. ويوجد في الويتيام دو فينال، على باله ما لازمش يرهق روحه. المغرب كان غايب تماما لأن الريتم خانوا في المقابلتين هذوك. إن عدم الريتم ولا ما كانش الريتم في المقابلتين هذا راجع السبب واحد، هو تركيبه اللي دخل بها المدرب في المقابلتين الاولين، نضب لي ناقص ريتم وناقص منافسه الكثير من اللاعبين. اذا ضفنا مقابله اللي خسرها كاس العالم خسرها واحد. ولكن لازم نعترف وسي باللي لا كوري دي سود خاصه اليوم ما طلقوش عندهم بلوك هابط، ولكن في لي كونتر اتاك ils ont été très souvent dangereux et finalement ils ont été efficaces à la dernière minute في الطون مور. المنتخب الكوري لعب الكل في الكل وتمكن من تحقيق تأهل كما قلت تاريخي إلى الدور الثاني، هو ثاني في تاريخه. كان أمر مهم أنه درب منتخب الكوري هو ولد البرتغال ولعب قديم في المنتخب. نعم. وسبق له درب، يعرف خصوصيات. درب البرتغال في مونديال 2014. نعم. هذا نقول انايا عامل ايجابي ليه باش يقدر يدير مباراه في هذا المستوى. زاد كما قلت وقال سي سمير نو سي فري كونت اون كاليفي هذيك لا موتيفاسيون دو سو سورباسي دو سو دوني افون تنقص شويه. العكس بالنسبه للمنتخب الكوري اللي كان عليه يسجل، اللي كان عليه يفوز باش يقدر يطمح العبور. ولكن عموما الشيء اللي شفناه في منتخب كوريا صراحه انا نقول يستاهل يمشي للدور هذا، لانه ابان على امكانيات كبيره، يلعب بطريقه سريعه، عنده الا بالك مازال اللي ما شفناش القائد يقدر يدي فريقه للامام من خلال تسجيل اهداف، وين اللعب الجماعي تقريبا يكون محدود. كوريا في فريق متصدر وعلى باله حيلعب او يبريباري ديجا في هذا الماتش ويوجد في الويتيام دو فينال، على باله ما لازمش يرهق روحه. وفريق يلعب عنده فرصه طلع باش يتاهل للدور الثاني. الروح هذيك ما تقدرش تكون كيف سي بور سا كو انا جو سوي ميم كونفيكو كو كانت لعبت البروميير ماتش مع لا كوري كانوا النتيجه والاداء يكون مختلف جدا. لما الظروف تتغير عندك نتيجة، وهذا هو هذه نسبة لا كوري لعبوا بلوك ايكيب، البلوك ميديوم ما تجازوش من الوسط، ولا لقاو المنفذ، لقاو الحل على كوتي دخوله. يشوف على بالك بينتو راح يحسب اللاعبين تاعو، لانه قال غدوه سيرتو في لي كار دو لي ويتيام دو فينال ما بقاش تستهزأ في هذه الحاله هذه. استهزاء تخلص باسكو كان غالب ومغلوب. ولعبوا كما قلتوا المنتخب اللي لعب عنده كره هجوميه، عنده انضباط كبير تكتيكيا، عنده نقدر نقول ان توازن، خاصه لما يلعب مع منتخبات في حجمه، لما يلعب مع منتخبات اكثر منه يلعب على حساب امكانياته. انا نقول باللي الهدف الاولاني على كره ثابته، والهدف الثاني شوف الاصرار على ذاك يكون لونتوزيازم، ويكون تكون لا فولونتي، ويكون لونفي، وتكون هذيك لا غرينتا عند اللاعبين بور سي دوني افون بور ايفونتويلمون رياليزي ان اوبجيكتيف باراي. انا نقول باللي مقارنه مع الدوره اللي مشات 2018 ما كانوش بعاد لما فازوا على المانيا، اليوم راهم جازوا. عموما المنتخب الكوري الجنوبي منتخب اللي ابان عليه نسبي سي ريلاتيف. il a des joueurs par rapport le profil coréen, il n'a pas de grands joueurs اللي راهم يلعبوا على برا من غير زوج اللي راهو يلعب في ارسنال. كوريا او فيريا ميزور مع المقابله كانوا يجريوا مور لا فيكتوار. هذه واحده. ثانيا انا قبل ما نكمل على المقابله نتحير كيفاش سيرتان زونترينور يريبوزيو لي ديزون لي تيتولار تاعهم، بصح من بعد كي يولي خاسر يولي يدخل فيهم.
علاش ما يدخلهمش رونطرون باش لادفيرسير كي يشوف ليكيب او كومبلي ديجا يرهب وحده وممكن تكون رابح وسكور وبعد دخل الاخرين بور